والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشني كتير والله العظيم. يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله، وفي صحة وهنا وسعادة وفرح كده كبير تلاقيه كده بيهل عليكم من كل يمة، انتوا وانا وكل اللي يصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي اللي معايا على القناة من اول ما فتحت، عايزة اشكركم كتير كتير والله العظيم بجد، كل اخ وكل اخت. ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويكبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. وحبايب قلبي اللي لسه داخلين معايا القناة ونوروني وكبروني وزودوني والله العظيم، بحب برضك اشكرهم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض، ويدومكم في حياتي يا رب كده نعمة، وتفضلوا كده جنبي، وتفضلوا كده بتدعموني، وتفضلوا كده يعني بتدوني طاقة، تكتبولي كومنتات حلوة بتحفزني. ربنا يا رب يبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم ابدا. بعد كده ما بدأنا يومنا بذكر الله، ونصلي على الرسول طبعا اهم حاجة، وتكتبولي كومنت حلو كده من ايديكم كده زي ما بتكتبولي. يلا كده نعمل احلى اكلة النهاردة ونتكلم يا حبايب قلبي شوية كده، يعني بتكلم والله مع اخواتي فعلا. ساعات بحس ان انا والله العظيم مش عايزة اخلص الفيديو، عايزة تانيين اتكلم معاكم يعني كتير، يعني عارفين والله العظيم اوقات الواحد بيبقى فعلا يعني تعبان، ومش مستني من الدنيا دي غير كلمة حلوة فعلا، او حضن امان، او حتى حد يقوله انا مقدر تعبك. بس للأسف والله بقينا كلنا بنجري، وكل واحد شايل همومه وساكت، واكتر ناس بتتعب في هدوء يعني هم الدنيا وهم الناس اللي دايما بيضحكوا ويقولوا الحمد لله. دي فعلا اكتر ناس بتتعب في هدوء، مش بتحب تحكي، يعني مش بحب تشتكي همها لأي حد، مع انهم بيضحكوا كل حاجة، بس يعني اللي جواهم محدش بيحس بيها الا هو.
بس كفاية فعلا ان هو بيقول الحمد لله. واحنا دايما لازم نقول الحمد لله من قلبنا. والله العظيم كنت قاعدة مع نفسي فعلا من يومين وعمالة اقول انا يا رب بس اكون بحمد ربنا من قلبي، لان ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب. تلاقي الواحد كده من جواه شايل هم كبير بس بيحاول يعدي اليوم على خير. عشان كده يا جماعة هونوا على بعض، الكلمة الطيبة والله بجد بتفرق، والسؤال عن الناس بيفرق، حتى الدعوة الحلوة ممكن فعلا تغير يوم كامل لحد. بصوا والدنيا فعلا قصيرة، فما تزعلوش من بعض وما تكبروش المشاكل، وكل واحد فعلا يحاول يسيب أثر طيب في حياته في حياة اللي حواليه. يا رب كل حد نفسه مرتاحة يرزقه راحة البال، وكل حد مهموم ربنا يفرج همه، وكل تعب بنشوفه ربنا يجازينا عليه خير يا رب العالمين. يلا بقى كده عشان ما اطولش عليكم، انتوا كده معايا في الفيديو شفتوا انا عملت ايه. عملنا كده شوية محشي، بتنجان وفلفل، وعملت كده شوية طبيخ بطاطس طبيخ زي ما انتوا هتشوفوا بردك دلوقتي. لان جانا مش عارفة يعني اليومين دول مقفولة خالص كده من المحشي ومن الحاجات ديت، يعني هي نفسها في الطبيخ ما بقتش تحب المحشي مش عارفة ليه. فانا ايه عملت لها بردك كده عشان اراضيها، عملت لها بردك كده شوية رز محمرين وشوية بطاطس طبيخ كده. والله العظيم عملتهم لها بعد ما زدت كده المحشي زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم احنا المفروض يعني نحاول على قد ما نقدر نراضي اللي حوالينا. وانا جانا بنتي اصلا يعني ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، لها ظروف خاصة، فانا عشان كده بصراحة مش بحب ان انا ازعلها خالص. ادعوا لها ان ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب بحال الايام المفترجة، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا، ويحفظ ولادنا يا رب، يحفظ ولادنا من كل شر، ويبعد عنهم ولاد الحرام. الدنيا فعلا يا ولاد والله مبقاش لها امان خالص، فربنا يسترها عليهم ويحفظهم بحفظه الذي بصوا الذي لا يعني ملوش نهاية. حفظه ده ملوش نهاية فعلا. بناتي وبناتكم وبنات أمة محمد أجمعين، طبعا كلنا اخوات وكلنا مسلمين، وكلنا بنحب بعض وبنخاف على بعض. فربنا يا رب يبعد يشيل من قلوبنا الحقد والغل يعني ما بين أي حد، لأن فعلا الدنيا مش مستاهلة والله العظيم. كده بقى زي ما انتم شايفين كده انا زدت المحشي اهوت. هعمل بقى الجنة كده، بس انا بصراحة مش هصور وانا بعمل وانا بحمر يعني الرز والطبيخ يعني. انا مش هصور، انا ايه يعني هعملهم بس وهصورهم لكم بردك في الاخر. والله حتى ما لقيتش حلة صغيرة ان انا اعمل فيها شوية الرز، عملت في الصينية. قلت والله لا اجرب كده اعمل في الصينية، بس طلعوا والله لازم شوية رز زي العسل. وبصراحة شوية المحشي الكرنباية دي تصدقوا عندي في التلاجة بقالها يجي 3 اسابيع، النهارده تالت اسبوع والله، تالت حد ان انا يعني تالت يوم حد يعني ان انا اطلعها النهارده. بصوا بقى عملتها شويه رز في الصينيه جمال ازاي. طلعت، بس طلعت منها بقى اللي هو الورق اللي على الوش ده، لقيته بقى متلج ولقيته دبلان وكده، فانا ايه شيلته خالص. وفي نهاية الفيديو يا حبايب قلبي، يا رب يكون يومي كان خفيف على قلبكم، وتكونوا خرجتوا من الفيديو كده بابتسامة حلوة ودعوة من القلب. ما تنسوش ان ابسط اللحظات اللي بنعيشها مع اهلنا هي اجمل نعم ربنا علينا، وربنا يا رب يديم الونس والمحبة في كل بيت. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تصلوا على الرسول، وربنا يبارك في صحتكم وولادكم وايامكم كلها يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا بعينك التي لا تنام، وابعد عنهم كل شر وسوء ووجع يا رب العالمين. اللهم ارزقهم رزقا راحة البال ونور القلب والتوفيق في خطواتهم، واكتب لهم الخير حيث كان، ثم ارضيهم يا رب العالمين. يا رب اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل تعب راحة وسكينة. اللهم افتح لهم أبواب الرزق والسعادة والنجاح، واجعل أيامهم مليانة فرح وطمأنينة يا رب العالمين. اللهم احفظ ضحكتهم من الحزن وقلوبهم من الكسر، وأعمارهم من المرض والتعب، ولا تجعل لهم حاجة عند أحد غيرك يا كريم.
يا رب ارزقهم الصحبة الصالحة والقلب الطيب والطريق الحلال والراحة اللي تريح قلبهم وتطمنهم. اللهم اجعلهم من أسعد خلقك، وبارك لهم في أعمارهم وصحتهم ومستقبلهم، ولا ترينا فيهم بأسا يبكينا. يا رب كما جمعتنا في الدنيا على المحبة والرحمة، اجمعنا دائما على الخير والسعادة والستر يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسوش تقولوا أمين يا ولاد، ودعوات حلوة لولادنا في أيام الامتحانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.